ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم ان احنا نبطل نصدر احكام على بعض. حياتنا مليانه ناس عايشين وهم بيضحكوا، بس من جواهم بيبكوا. احنا ممكن نشوف حد نفتكر ان حياته كلها بمبي بمبي، بس في الواقع هو حياته لو عرفت حته صغيره قد كده هيصعب عليك قوي. فاحنا محتاجين نبطل نصدر احكام على بعض، لانك لو بكل بساطه اتحطيت في مكانه مش هتقدر تشيل ربع شيلته. في بقى ناس شيلتها ممكن تبقى عيلة، في ناس شيلتها ممكن تبقى حالتها المادية، في ناس تبقى شيلتها مرض ليها أو لحد من أسرتها، في ناس شيلتها تبقى إن ربنا رزقها بزوج خاين أو زوج بخيل أو زوج إيده طويلة وما عندهاش اختيارات. في ناس ممكن تبقى بنت مثلا واتأخرت في الجواز، في حين ان هي شايفة كل اهلها واللي حواليها اتجوزوا، انما هي لا. ودي على فكرة حاجة منستهونش بيها. اي نعم، اللي خد حظه بيقول يا ريت اللي جرى مكان. ناس كتير بينصحوها بكده، انا مش بقول كده طبعا، بس دايما هتلاقي ان اللي في الموقف مش عاجبه حاله. بس احنا لو حطينا نفسنا مكان اللي بيقول، اكيد اكيد مش هنتمنى نشيل ولو حتى يوم من اللي شافه. حاولوا ما تصدروش احكام على بعض، لان حقيقي الدنيا مش مستاهله. الواحد مر بتجارب كتير وشاف حواليه تجارب اكتر. كل اللي حوالينا كل واحد شايل شيلته، وفي ناس ما بتشتكيش، في ناس تقعد معاهم تلاقي الضحكة مرسومة على وشوشهم من هنا لهنا، والابتسامة والفرحة، وتحس ان هم ما شافوش في حياتهم حزن من ساعة ما اتولدوا. لكن ربنا بيبقى مقدرهم ومديهم حاجة في وشهم كده تخليهم يضحكوا وتخليهم مبسوطين. دي بقى بتبقى نعمة من عند ربنا. وفي ناس سبحان الله تقعد معاهم تلاقي يعني تحس كأن هم الدنيا كله فوق كتافهم، بس لو قارنت ما بين ده وده هتلاقي ان ده شيلته مش قد ده. بس دايما خليك عارف ومتأكد ان ربنا بيدي كل واحد على قد طاقة احتماله. كل واحد بياخد شيلته على قد ما بيقدر يشيل. عارف كده وانت راجع من السوبر ماركت ولا من اي حتة وشايل شيلة، في ناس تقدر تشيل لحد كيلو، في ناس تقدر تشيل لحد 10. انت وشطارتك بقى وانت وعضلاتك، هي بالظبط كده زي العضلات. انت ومقدرتك، انت وعضلاتك. اهو ربنا بيخلق جوانا العضلات اللي تشيل الهم، بس العضلات دي بتبقى في روحك، بتبقى في قلبك، بتبقى حاجة ما تعرفش تحكيها. مش شرط اللي قدامك يحكي لك وجعه، مش شرط اللي قدامك يبقى بيشكي عمال على بطال، مش شرط اللي قدامك يبقى عمال في الراحة وفي الجاية يقول أنا شايل، يا ظهري، يا كتافي. في ناس ما بتسمعلهاش حس، بس في الحقيقة الدنيا دايسة عليهم رايح جاي. ناس كتير لو سمعت حكايتهم تبكي بدل الدموع دم، ومع ذلك بتشوفهم طول الوقت بيضحكوا ومبتسمين وبيقولوا الحمد لله، علشان ربنا قد ما رزقهم أو قد ما ابتلاهم رزقهم بالصبر والجلد، رزقهم بالكتف اللي يشيل، رزقهم بالرضا، إنه شايل وبيقول يا رب الحمد لله، يا رب أنا راضي باسمتك، يا رب أنت عادل في قضائك. شايل وبيشكر ربنا وبيقول الحمد لله. ناس بقى تلاقي اللي خسر أب
اللي خسر اخ، اللي خسر ام، اللي خسر ابن، حاجات اهوال، وياما الدنيا فيها وفيها وفيها، وكل حكاية من دول حقيقي لو سمعناها شعرنا يشيب. فحقيقي بطلوا تصدروا احكام على بعض، كلنا نبطل نصدر احكام على بعض، لان محدش بيشيل شيلة حد، حتى الاخوات، حتى الاب والام ما بيشيلوش شيلة ولادهم، كل واحد بيشيل شيلته هو وبس. سيبوا الناس في حالها، سيبوا كل واحد شايل شيلته وساكت. شاركوني في الكومنتات، احكولي لو عندكم حكاية تشيب، واحكولي لو كنتوا زمان بتصدروا احكام وايه اللي خلاكم بطلتوا، واكتبولي لو عايزيننا نتكلم في موضوع جديد. وتابعونا على اليوتيوب وعلى بقية المنصات بتاعتنا. كنت معاكم نرمين محي.